أبو إبراهيم يسأل يقول بالنسبة للتجار هل يجوز لهم رفع أسعار الأضاحي؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للتجار سواء في الأضاحي أو في غير الأضاحي يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يراعوا أحوال الناس وأن يكتفوا بالربح اليسير الذي فيه غنى وكفاية ولله الحمد والمنة. ولذلك من الخطأ ما يمارسه بعض التجار من استثمار بعض المواسم برفع الأسعار رفعا فاحشا، بحيث أن كثير من الناس لا يقدرون على شراء مثل هذه الأشياء. ولذلك أنا أوصي إخواني التجار لا سيما الذين يتاجرون بالأغنام أن يتقوا الله عز وجل في الناس، وأن يراعوا ظروف وأحوال الناس، وأن يأخذوا الربح المناسب لهم. أما المبالغة في الأسعار فهذا مما لا يليق بالمسلم، ولذلك المسلم في قلبه رحمة وشفقة، وهو أيضا يحتسب الأجر وينظر للجانب الأخروي. فالاعتدال مطلوب. أنا لا أقول لا يربح التاجر، لا، يربح التاجر الآن أحيانا قد يجلب الغنم وقد يكون هناك مصاريف كثيرة، فيحسب هذه كلها يضيفها إلى رأس المال ثم يأخذ الربح المناسب له. بارك الله في الجميع.